نتوقف قليلا مع بعض هذه التفاصيل مع إياد الموسمي مراسلنا من عدن جنوبي اليمن. إياد، ما المعلومات المتاحة حول الاستهداف الأخير، وهل تقف جماعة الحوثي وراءه أيضا؟ الخير أحمد، في الحقيقة نعم، كان هناك أنباء محلية تحدثت قبل ساعة تقريبا عن إطلاق جماعة الحوثيين صاروخ باليستي من مدينة مخيراس، وهي مدينة أو بلدة في جنوب اليمن بالتحديد، حدودية مع محافظة البيضاء وسط البلاد. كان هذا السكان أوردوا هذا النبأ العاجل. بعدها تابعنا أنباء وتقارير من الهيئة البحرية البريطانية تتحدث عن بلاغ بشأن حادث بحري على بعد 90 ميل بحري في خليج عدن. تواردت الأنباء وتلتها اعتراف حوثي عن إطلاق صاروخي باتجاه البحر العربي أو باتجاه خليج عدن. كانت هذه هي الأنباء وهذه هي التفاصيل، بالإشارة إلى أن هناك إطلاق صاروخي آخر باتجاه محافظة الضالع، حيث تحدث شهود عيان عن صاروخ باليستي تم إطلاقه وسقط في منطقة جحاف في محافظة الضالع إلى الشمال. يعني الشمال هي محافظة الضالع الجنوبية لكنها إلى الشمال من صنعاء. كان هناك هذا الخبر أيضا شهود عيان في اللحج أو منطقة طور الباحة. رصدت بعض الوسائل الإعلامية عن مقذوف صاروخي كان في منطقة خالية من السكان، لم يحدث أي إصابات أو أي ضحايا، لكن كان هناك منذ اليوم هناك شاهدنا أو تابعنا. لكن إياد، حتى اللحظة لم تصدر بيانات عن جماعة الحوثي تتحدث عن الاستهداف الأخير الذي تقول رويترز أنه كان لناقلة نفط مملوكة لشركة أمريكية. نعم، هناك تصريح. رويترز اعتمد على تصريح في المتحدث الرسمي للجماعة، لكن كان هناك بيان قبل دقائق بالقوات البحرية الحوثية نشرته وكالة الأنباء اليمنية تحدثت ضمنيا أنها مستمرة في إطلاق الصواريخ ومنع السفن المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة من إسرائيل. هم لم يعلنوا بشكل رسمي كما نعرف، لم يعلنوا بشكل رسمي إلا في حال ثبت أن الهدف تم إصابته وتأكدوا من مدى إصابة الهدف، وأيضا يقومون بعمل بيان للمتحدث العسكري. مجرد الآن هو تسريبات وأيضا تصريحات إعلامية لبعض القنوات وبعض الوكالات الدولية. يؤكد الحوثيين أنهم ينفذون هذا، هم توعدوا باستمرار، يصرحون لوسائل الإعلام الدولية أنهم مستمرون في عملياتهم وأنهم سيقومون. طيب إياد، هو الضابط أو الشرط الذي وضعه الحوثيون حول الاستهدافات إما أن تكون السفينة مملوكة لشركة إسرائيلية أو أن يكون مقصد السفينة ووجهتها هي ميناء من الموانئ الإسرائيلية. هل كانت هذه الشركة، هي شركة قيل أنها مملوكة للولايات المتحدة، هل كانت تستهدف الوصول إلى ميناء إسرائيلي مثلا؟ أحمد، في الحقيقة بعد الغارات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كان هناك تصريحات للحوثيين بأنهم سيستهدفون السفن الأمريكية والبريطانية، يعني بالإضافة إلى العمليات السابقة التي تستهدف الكيان الإسرائيلي أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، بمعنى أن هذه العملية ربما تأتي على عملية الرد التي توعد بها الحوثيون منذ بداية انطلاق التحالف الدولي وقصف مواقفهم العسكرية بشكل يعني كبير، واستهدف كثيرا من قواعدهم العسكرية وأيضا منصات إطلاق الصواريخ. هم توعدوا بالرد وربما هذه العملية هي جزء من الرد. هناك أيضا أمس حديث أو بيان للمركزية الأمريكية تحدثت أنها أسقطت صاروخ باليستي من نوع كروز كان تم إطلاقه باتجاه السفينة أو البارجة الأمريكية، كما تابعنا وكما لاحظنا وكما هو الإعلانات يعني المؤكدة بأن العمليات مستمرة باتجاه السفن الأمريكية والبريطانية، سواء كانت مدنية تجارية أو كانت عسكرية. هم لم يحددوا بحسب تصريحاتهم، خصوصا بعد الأحداث العاشر من هذا الشهر، أنهم أكدوا بأنهم سيقومون بالرد وأن السفن الأمريكية والبريطانية في مرمى نيرانهم. هذا ما أكده جماعات الحوثي وأيضا متحدثيهم العسكريين،
الرسميين وكبير مفاوضي الجماعة محمد عبد السلام في تصريحه الأخير لوكالة رويترز. شكرا جزيلا لك إياد الموسمي مراسلنا من مدينة عدن جنوبي اليمن. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من هنا.